الكلمة للأخ الشيخ صالح العوادي. السلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، وطيت أهلا ونزلت سهلا يا أبا أحمد، وحياك الله إلى أرض حضرموت، أرض الخير والبركة، أرض تنبت الأولياء كما ينبت الماء البقل. حضرموت نشرت الدين في المعمورة، وسافر منها الصالحون، وأسلمت ماليزيا وأندونيسيا والهند والسند بفضل الله جل وعلا، ثم بأهل حضرموت. حضرموت بالأمس تفتح فيها عاصمة الثقافة الإسلامية ولأول مرة في التاريخ، وهذا دليل على أصولها القوية، فإن شعب حضرموت شعب أبي، شعب حضارة، شعب ثقافة، شعب مؤدب، نشأ على الفطرة الإسلامية الحقيقية، وهم الوحدويون من أسفله إلى أعلاه، كلهم وحدويون، ومنذ 25 سنة وأبناء الجنوب ينادون في كل شعاراتهم وخطاباتهم لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وإيش؟ وتحقيق الوحدة. هذا الجنوب، وهذه صالة الجنوب يا أخي الرئيس. والله لم يحصل هذا إلا من ضيم طفح الكيل، ولا الشعب كله بيدك، لا غبار عليه، ثق تماما، لا غبار على الرئيس حقيقة، لا مزايدات، والله ما أذر، ولكن نريد رفع الظلم، نريد رخاء في المعيشة. واللي ما هو الظلم. أيوة، حاضر حاضر يا أخي الرئيس، حاضر يا أخي الرئيس، اصبروا يا أخوان، اصبر يا أخي، اصبر يا أخي. الظلم يا أخي الرئيس أنت تعلمه جيدا، وقد تحدثت أكثر من مرة في مهرجانات، وسمعناك جميعا تقول الفساد والمفسدين، الفساد والمفسدين، ولكن أين وكر الفساد وأين المفسدين؟ نحن لنا مطالب بسيطة يا أخي الرئيس، والله شعب طيب، الرسول قال فيه أهل اليمن أهل الحكمة والإيمان، أتوكم أهل اليمن أرق وأفئدة وألين قلوب، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وفي عهدك بفضل الله لا مجاملة، مشى الراكب من صنعاء إلى حضرموت ولا يخشى إلا الله. افهمها يا أخي الرئيس. لا أنا بالتسجيل لا حق الله. مطالبنا والله بسيطة، البترول في أرضنا والذهب في بلادنا، نريد الميناء يكبر، نريد المطار يكبر، نريد أن نكون زي الدول الأخرى، ما المانع؟ نريد أن تنظروا لأبناء حضرموت في الوادي يلتحفون السماء ويفترشون الأرض. إلى متى يا أخي الرئيس؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول الرسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم اللهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم اللهم فارفق به. أدعو الله أن يرفق بنا وبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.